اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايلكم بوصفه خفيفه وسهله وكلنا بنحبها وبنحب ناكلها من بره. هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني، كبده العربيات اللي بتبقى ريحتها قلب الدنيا. جايبه لكم بقى السر يعني من منبعه. بصوا، يعني هتكون ريحتها قلب الشارع بمعنى الكلمه، هتلم على رجل الجيران وجيران الجيران. بصوا بقى، هنجيب كميه الكبده اللي عندنا. هنغسلها، مش هنغسلها بميه طبعا، بخل وليمون وكده، يعني اللي هو ايه، نحطها في مصفى ونحط عليها خل. ونغسلها، او في ناس مش بتغسلها، يعني على حسب حبك للموضوع ده، بس بميه لا، ممنوع. هنحط بقى عليها معلقة كمون صغيرة، معلقة كزبرة صغيرة، معلقة توابل كبدة من عند العطار أو من الأكياس الجاهزة. أو كان في حاجة كده الأول كنت بجيبها يعني، بس من مدينة تانية غير اللي أنا قاعدة فيها، اسمها الحبيش بتاع الكبدة. ده كان بيبقى موجود في محلات اللحوم المستوردة، أو الهايبرات الكبيرة، يعني اللي هو الهايبر ماركت وكده. بس لو مش متوفر عندك خلاص، تبقى بهارات كبدة يعني عادي. ومعلقتين خل، ولو عندك ليمون حابة تحطي عليها ليمون، عصرة ليمون، عصرة نص ليمونة. ده على الكبدة قبل ما تحطيها على النار ولا أي حاجة. مش في مصفى برضو ولا في حاجة، يعني خلاص انتي هتغسليها. هتشيليها وتحطيها في الطبق. هتحطي عليها البهارات دي وهتسيبيها بقى حوالي ساعة، ساعتين، على حسب يعني بقى الوقت المتوفر عندك. بعد كده هنجيب المادة الدهنية بتاعتنا، زيت أو سمنة أو اللي انت حباه يعني. هنحط منه في الصينية اللي احنا هنعمل بس فيها، هنخليه غزير شوية، يعني اللي هو ايه، كتير شوية عن المعتاد، يعني اللي هو يبقى شبه عربيات الكبدة اللي في الشارع بالظبط، يعني اللي احنا بناكل منها، او اللي احنا بنحب ريحتها وبنبقى يعني ريحتها قلب الدنيا كده بعدها بشارعين تلاتة. بصوا اهو. هنجيب بقى الزيت او السمنه بتاعتنا دي، يعني يفضل ان انت تحطي زيت مع السمنه. بصوا، هنحط بقى كده وهنسخنها كويس قوي، نتاكد ان الزيت او الماده الدهنيه بتاعتنا سخنت كويس يعني. والنار تكون عاليه. الكبده عشان ايه، اللي هو ايه، ما تتهريش منك. او كده يعني. بصوا اهي، مش هنقلب كتير، هنسيبها لحد ما تاخد لون وبعدين هنقلبها. هوريكم بقى دلوقتي التركة اللي هتخلي ريحتها تقلب الدنيا، او اللي هتخلي ريحتها تجيب من اخر الشارع يعني، او الشارع اللي بعدينا، او تلم علينا الجيران بقى وكده يعني. بصوا اهي، عشان تقولي لولادك بقى انا فتحت لكم عربية كبدة في البيت، مفيش اكل تاني بره من النهاردة. هنسيبها بقى لحد ما تاخد لون، هنقلبها كده بالراحة. اللي هو ايه، عشان هي الكبدة اصلا يعني ولا بتاخد وقت على النار، لو انتي سبتيها على النار كتير هتجلد منك ومش هتبقى حلوة. طبعا عربيات الكبدة اللي في الشارع ما بيستعملوش كبدة بلدي، فانتي لو عندك كبدة بلدي وهتستعمليها، يفضل طبعا ان انتي تحطيها في الفريزر تتجمد قبلها بيوم او باتنين، يعني تكون برضو اللي هي بقت مجمدة. لو انتي مش متوفرة عندك هتجيبي كبدة مستوردة عادي. على حسب امكانياتك، على حسب راحتك، على حسب حبك للحاجة دي، يعني كل واحد وراحته. كل واحد واللي هو ايه يعني عايزه، او اللي في امكانياته. دلوقتي بقى هنحط عليها كمان معلقتين توم مفرومين. انا كنت حاطه عليها وهي طريه برضو في الطبق، بس انا نسيت اقول لكم. كنت حاطه عليها معلقه توم، كمون، كزبره، بهارات كبده، معلقتين خل. برضو هنا حطينا برضو معلقتين توم. هنشوفها بقى اللي هي ايه، استوت ولا ايه يعني. بندوق طبعا. يعني ممكن نخلص الصينية كده واحنا واقفين. هننزل بقى بفلفل متقطع، فلفل حار وبارد. ممكن تستغني عن الحار خالص، تخليه بارد بس زي ما انا عامله كده عشان خاطر ولادي. هنزود تاني بقى من البهارات، هنحط برضو كمون وكزبره، ما معناش بهارات تاني خالص غير كده، كمون والكزبره. وبهارات وتوابل الكبده، وتقدري تستغني عن توابل الكبده وتكتفي بالكمون والكزبره. انا حطيت دلوقتي الفلفل لان انا بحبه دبلان شويه في الكبده، ما بحبوش اللي هو ايه، يعني بيخرش كده، او اللي هو فيه ايه، لسه شده او عضه يعني. انا بحبه يدبل كده ويشرب من طعم الكبده. لو حابه طبعا تحطيه في الاخر براحتك، ده مكعب ماجي برضو اختياري، يعني هو والله العظيم بيودي الطعم في حته تانية خالص. بصوا، او تقدري بقى تعمليها سندوتشات،
في فينو تقدري تجيبي عيش بلدي وتعملي برضو سندوتشات. يعني انا بجيب العيش البلدي وافتحه كده من قلبه، اللي هو بدخله ببعضه يعني بخليه نص رغيف، واحشيه الكبده دي، وبجيب جريلا على النار او صينيه او اي حاجه متوفره عندي، واحط فيها اللي هو ماده دهنيه زيت او كده ادهنها يعني، واحطه يتعمل كده زي الحواوشي. اقسم بالله بيبقى حاجه كده تحفه 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 يعني، حاجه فوق الخيال. هعمله معاكم مره. تقدري بقى تجيبي فينو زي ما قلت لك وتعمليه سندوتشات تقدري. بس يعني الاكله دي افضل يعني ان هي ايه، يكون جنبها عيش يعني. لكن انا بقى كنت عامله جنبها كشري، اللي هو ايه، اللي هو الكشري المصري يعني، اللي هو الكذا نوع ده. آم، طبعا هو برضو احنا لما بنشتريه من بره بنشتريه كده. الفيديو ده ان شاء الله ينزل لكم بكره بتاع الكشري، وهتشوفوا ان انا كنت حاطه الكبده دي عليه زي ما بنجيبها من بره بالظبط يعني. هنستمر بقى في التقليب كده، يعني ايه اللي هو كل شويه هقلبها كده كده، ما خدتش على النار كله كده، ما كملتش 10 دقايق يعني. ما تسيبهاش على النار اكتر من كده. تقدري بقى تكوني جايباها شرايح، تكوني جايباها اسكندراني اللي هي متقطعه اسكندراني، تكوني عاملاها مكعبات كده زي ما انا عاملاها. طبعا على حسب حبك انت يعني. صلوا على الرسول بقى واستغفروا. هنظبط بقى الملح بتاعنا. خلاص هي كده دخلت في السوا خالص. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب. لو بتتابعوني من على الفيسبوك اعملوا لي متابعة. بحبكم جدا 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 والله، ربنا يعلم يعني وجودكم على راسي، وانتم مشرفيني ومنوريني ومقدريني، احلى واجمل متابعين في الدنيا.